للاسف انا بصور من البلكونه، فنستحمل بعض شويه عشان الصوت، وانا هحاول اظبط الصوت على قد ما اقدر. انا كنت نزلت ستوري على الانستا بقول للناس ان في طريقه شغل جديده، هي مش جديده ومش قديمه ومش معروفه قوي، وبتعمل منها ارباح كويسه قوي. هتقول لي ما انت لو بتعمل ارباح ايه هيطلعك تصور لنا فيديوهات وتعرفنا تشتغل؟ بص انا اقول لك على حاجه، كل حاجه بتمشي 50-50. بمعنى ان دلوقتي انت عشان تدخل تشتغل على الموقع انت هتشتغل هتعمل منه فلوس، بس انا اكسب من وراك فلوس، فايه لا؟ انت هتدخل هتشتغل هتاخد فلوس حلوه صدقني. الاول في ناس قالت لي انت ما بتعملش فلوس من وناس اعرفهم ويعرفوهم، انت ما بتعملش فلوس، كل ده كلام فاضي. طيب بص، انا مش هقول لك وانا مش مضطر اثبت لك انا عملت فلوس او لا، لان دي حاجه ترجع لي وحاجه تخصني. حلو الكلام. بس انا مش هقول لك انا عملت قد ايه، هو انا هوريك. حلو الكلام. اولا دي باينانس مفيش حد ما يعرفهاش، تمام؟ استنى المحفظه تفتح، لان الموبايل اللي بعافيه ده هو الحمد لله الموبايل الوحيد اللي الحمد لله. يعني نيجي على الملف الشخصي بتاعنا، ده الملف الشخصي تمام، عايز ياسر زي ما احنا شايفين كده تمام. اضغط على المزيد. تمام. لو بصينا تحت هنا كده الرقم ده انا هظهره لك على الشاشه. انت هتعمل حاجه، انا هشغلك معايا شويه، انت مش هتعرف بالساهل تعمل ايه. هتدخل على جوجل كروم او على جوجل عادي، لو ايفون ادخل على سفاري يا باشا. ادخل يا حبيب قلبي واكتب الفرق بين البيتكوين والجنيه المصري، والرقم اللي هيظهر لك على الشاشه دلوقتي هتروح هتكتبه فين؟ مكان البيتكوين. حلو الكلام، حلو الكلام. والرقم اللي هيظهر لك تحت بالجنيه المصري هو ده. بس بوريك، انا وريتك اثبات عملي، مش جبت لك صوره وبتاع، لا هو انا وريتك على حساب باينانس الاساسي بتاعي تمام. طيب انا عملت الفلوس دي ازاي؟ هو يعني الحمد لله انا ما عملتهاش من حاجه واحده، ودي طريقه من الطرق اللي انا عملت منها فلوس اللي انا هشرحها لك النهارده في الحلقه بتاعت النهارده. طيب الطريقه دي عباره عن ايه، او ايه الموضوع ده كله؟ الموضوع ده كله عباره عن حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ عندك اليو جي سي والكليبنج. هتقول لي طيب احنا سمعنا على الكلام ده، اقول لك سمعت عنه وكرفت له، وتقريبا هتكرف له في الفيديو ده برضه، بس نصيحه ما تكرفلوش. ليه؟ لان الموقع او الشغل بتاع النهارده حلو، حلو صدقني، وفلوسه حلو، مش حلو بس. طيب ايه هو الموقع؟ هو تطبيق واو. حلو كلام. السوشيال ميديا كله بيتكلم عنه انه بيعمل فلوس من حاجات سهله. طيب ايه الحاجات السهله دي؟ انا مش عايز اطول عليك، هو في حاجتين على الموقع، اليو جي سي والكليبنج. اليو جي سي ده هشرحه في فيديو لوحده لان الموضوع طويل قوي. طيب ايه هو اليو جي سي اصلا؟ اللي هو اليوزر جنريتور كونتنت، تمام؟ ناس بتبعت لك منتج وانت بتعمل عنه انبوكسنج وبتعمل عنه ريفيو، اللي هو مثلا على سبيل المثال انا معايا الموبايل ده اللي هو واي 917، بقول والله الموبايل ده فئته اقتصاديه، الموبايل ده كويس، مش عارف ايه الحوارات دي كلها، الكلام ده كده تمام. انت ده اليو جي سي اللي كرف له دلوقتي، لان ده فيديو لوحده هعمله لكم على القناه تمام. ما تنساش تابعني عشان تشوف الفيديو اللي هينزل جديد. في طرق شغل تانية برضو جديدة او مش جديدة قوي، وفي جديد قوي برضو هجيبه على القناه. ما تنساش تابعنا. تاني حاجة الكليبنج، ايه هو الكليبنج وبيعمل ايه او بنستفاد منه ازاي؟ الكليبنج عبارة عن شوية مشاريع اجانب، مفيش مصريين مفيش عرب، اجانب بيدفعوا بالدولار تمام. هتعمل ايه بقى؟ كل ما عليك المشاهير دول عندهم قناه يوتيوب، عندهم اكونت تيك توك وغيره، بينزلوا فيديوهات طويله على تيك توك وعلى يوتيوب الحوارات دي. هم بيقولوا ادينا التفاصيل للشغل. على سبيل المثال هتاخد فيديو طويل من على قناه اليوتيوب وتقصقصه فيديوهات شورتس وتنزله على قناه يوتيوب، على اكونت تيك توك، على الانستجرام، على حسب هم طالبين منك تنزله فين. طيب هتقول لي انا ما عنديش متابعين، انا ما حدش بيشوف فيديوهاتي، انا انسى الكلام ده كله، لان انا هفهمك حاجه وهشرح لك حاجات عملي دلوقتي هناخدها خطوه خطوه كده. انك تعمل قناه، انك تنزل عليها محتوى، انك توصل المحتوى للغرب عشان تاخد ارباح من التيك توك
اللي فاتح الارباح في الغرب، وانك تاخد ارباح من اليوتيوب اللي فاتح ارباح عاليه في الغرب، اللي هي ارباحه على 1000 مشاهده بتبدا ب6 وب7 دولار. طيب تاني حاجه، انت تقول لي انا ماليش في الكلام ده، هقول لك انت مش تعمل حاجه. كل اللي عليك هتاخد لينك الفيديو على اي منصه على حسب ما منزله فين، وتروح على الموقع اللي هشرحه لك برده النهارده. انا مش عايزك تفوت ثانيه عشان تفهم كل حاجه، وتمشي واحده واحده معايا عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. هتاخد اللينك بتاع الفيديو وتحطه على الموقع. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الموقع ده هيقص لك الفيديو لشورتس، وهيحط له كابشن، ويعمل له مونتاج، ويعمل كل حاجه، وهيكتب لك الكابشن اللي هتحطه على الفيديو. تمام؟ كل اللي عليك بقى تاخد الموضوع ده كله، هتاخد الفيديو بالكابشن بالوصف، وتروح تنشره كله على يوتيوب، على تيك توك، بس الفيديو هيحقق ارباح كويسه. وكل فيديو يبدا ربحه من نص دولار لحد 7 و8 دولار. طبعا ال 7 و8 دولار دول مش موجودين في مصر قد كده، او مش موجودين في الوطن العربي قد كده، بس موجودين في الغرب. فعادي في فيديوهات ال 1000 مشاهده ب 3 دولار وب 4 دولار وفي مصر. فانت قاعد في بيتك هتنشر الفيديو شورتس عليها فيو عالي فشخ، هتنزل الفيديو، تصحى تاني يوم يجيب 1000 مشاهده، جالك 4 دولار وانت قاعد في بيتك. طيب ال 4 دولار دول بكام؟ ال 4 دولار دول ب 200 جنيه وانت قاعد في البيت ما عملتش اي حاجه. نزل فيديو 2 3 4 10 اللي انت عايزه. انت مش هتدفع جنيه في اي حاجه النهارده، انت هتشتغل بس، تعمل شويه مجهود انك هتاخد اللينك تحطه في موقع يقصه لك، تنشر بس. عشان ما اطولش عليك، يلا بقى نصلي على النبي وانزل اعمل لايك للحلقه دلوقتي، ولو انت مش مشترك انزل اشترك دلوقتي، ويلا بقى ندخل في شرح العمل. طيب للاسف بص، وانت مش محتاج اللابتوب، وانت لو معاك موبايل يبقى تمام ضن عادي. اوكي، هنفتح اللابتوب بتاعنا ونبدا الشغل مع بعض. لو معاكش اللابتوب اشتغل على الموبايل، له برنامج موجود على اب ستور وعلى الجوجل بلاي. تمام؟ وكمان الموقع اللي انا هشرحه لك برضو اللي هو بيعمل لك الفيديوهات عادي موجود على جوجل كروم، تدخل تبعت له اللينك تحمل الفيديوهات خلاص. بس وقناة اليوتيوب برضو سهلة تتعمل، مشكلة. فنفتح الموقع بتاعنا دلوقتي نشوف الشغل هيمشي معانا ازاي. هعمل معاك القناة، هعمل معاك القناة، هعمل معاك الحساب على موقع واب، هعمل معاك الحساب على الموقع اللي بيعمل لك الفيديوهات، وهننشر فيديو مع بعض. فعشان ما اطولش عليك، طيب هنفتح الجوجل عندنا جوجل كروم، او لو انت ايفون هتفتح جوجل عادي المتصفح اللي عندك اللي هو سفاري. تمام؟ وهتفتح الايميل بتاعك. انا على سبيل المثال انا شغال على الايميل ده. تمام؟ طبعا ده موقع واب، انا هسيب لك الرابط بتاعه تحت الوصف بتاع الفيديو، هتضغط عليه هيفتح معاك الموقع عادي بكل سهوله بالواجهه دي زي ما احنا شايفين كده. حتى واجهه الموبايل هتبقى نفس الواجهه ما فيهاش اي مشاكل. تمام؟ هتيجي هنا هتضغط على كلمه ساين ان. تمام؟ بعدها بنضغط عليها كده اللي باللون الاحمر دي، بيجي معانا انك تكتب الايميل بتاعك. هنكتب على سبيل المثال az@gmail.com، اضغط على كونتينيو. تمام؟ طبعا هو الايميل ده مش موجود اصلا، او مفيش ايميل بالموضوع ده. حلو؟ فهسجل عادي بالطريقه العاديه عشان ما نتقاش بعض. هنيجي هنا على الايميل بتاعنا. تمام؟ هنضغط على جوجل كده ونسجل بالايميل بتاعنا بدون اي مشاكل كده زي ما احنا شايفين. بنلاقي الايميل بتاعنا اتسجل وفتح معانا بدون اي مشاكل. طيب اول حاجه احنا لازم نملى البيانات بتاعنا او البروفايل بتاعنا. نملى البروفايل بتاعنا ازاي؟ هنيجي هنا على قائمه البروفايل كده، بيفتح معاك الواجهه دي. هتكتب في اول خانه بقى الاسم بتاعك، حبيت تكتب بايو مفيش مشكله، ما حبيتش مفيش مشكله برضه. وهنا بتكتب اليوزر نيم والايميل بتاعك بيكون موجود، وهنا لو حبيت تضيف رقمك بتضيفه برضه بدون اي مشاكل، وهنا بتفعل الخصائص دي وبعدين بتضغط على قائمه سيف. تمام؟ كده الاكونت بتاعك شبه جاهز. ليه شبه جاهز ومش جاهز قوي؟ بص هقول لك بقى.
هنيجي هنا على كونكتد اكونت، تمام، نضغط عليها. احنا دلوقتي محتاجين نربط الاكونتات اللي هنشتغل عليها. على سبيل المثال هنشتغل على اليوتيوب، انا عندي قناه يوتيوب. تعالوا دلوقتي اما اعرفكم ازاي تعملوا قناه يوتيوب. هنروح على اليوتيوب كده بدون اي مشاكل، نفتح صفحه جديده ونجيب اليوتيوب. اليوتيوب هيفتح معانا بالواجهه دي، بنضغط على العلامه دي. هنا في العلامه دي مش هيكون موجود صوره، هيكون موجود علامه زائد، هتضغط عليها هيجي لك قائمه انشاء حساب. هتنشئ الحساب بتاعك بدون اي مشاكل. وزي ما احنا شايفين ده واحد برضه متكلم عن نفس الموضوع اللي انا هكلمكم عنه دلوقتي، بس انا هشرح لكم كل حاجه بالتفصيل الممل حرفيا، واخدكم خطوه بخطوه لحد ما نعمل اول شغل على الموقع. تمام. طبعا بعد ما عملنا القناه بتاعنا، لو جينا هنا كده على اطلاع على قناتي هتلاقيني عامل القناه ومنزل عليها فيديوهين كنت بجربها، تمام. بس طبعا انا خفيت الفيديوهات دي وما كملتش عليها. ليه؟ قلت اما اشرح معاكم، ودي قناه عشوائيه انا عملتها او قناه قديمه كانت عندي. حلو الكلام، حلو الكلام. طبعا الموقع او القناه خلاص اتعملت. انت بعد ما بتعمل القناه بتيجي هنا كده على الصوره بتاعتك، وبتيجي على استوديو يوتيوب. لو مش زي عندك استوديو يوتيوب هتضطر تفتح اليوتيوب من على جوجل. ليه؟ عشان يديك الخصائص دي. يا اما هتنزل حاجه من على المتجر بلاي او من على الاب ستور اسمها يوتيوب ستوديو، تمام. فبعد ما تنزله هيفتح معاك الواجهه دي بدون اي مشاكل، تمام. بتنزل لتحت كده على التخصيص، بتختار هنا الصوره اللي هتحطها، تمام. بتيجي هنا بتعمل اضافه، عندي تغيير، هنا بتعمل اضافه وبتضيف الصوره. وهنا بقى بتكتب الاسم بتاعك، بتكتب المعرف، وهنا الكابشن ده هعرفك هتعمله ازاي، لان كل حاجه وليها حاجه، تمام. طبعا احنا خلاص عملنا القناه بتاعنا والقناه بتاعتنا جاهزه، ومش لازم يكون عليها ولا متابع، 0 متابع مفيش اي مشكله، تمام. طيب احنا بقى نشتغل ازاي؟ هندخل على موقع واو اللي احنا عملنا عليه حساب، خلاص ده الموقع بتاعنا. هنربط عليه القناه بتاعتنا، زي مثلا على سبيل المثال هنيجي على اليوتيوب كده ونضيف اليوزر نيم بتاع القناه اللي هو ده كده، وهنضغط على قائمه اد او اضافه، تمام. هيدينا كلمه صغيره نحطها في الوصف. طيب هتعملها ازاي دي؟ هتقوم جاي هنا كده على تخصيص برضه زي ما احنا شايفين، وهننزل لتحت هنلاقي الوصف بتاع القناه. هتروح تضيف فيه الكلمه اللي هم هيدوها لك، هم عطوني الكلمه دي وضفتها في الوصف عادي بدون اي مشاكل. بعد ما بضيفها بضغط على قائمه نشر هنا او حفظ، وبتتحفظ معايا عادي بدون ادنى مشكله، تمام. طيب تاني حاجه معانا دلوقتي، احنا هنرجع على الموقع وكده الحساب بتاعنا هيكون اتربط بدون اي مشاكل زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى نقدر نبدا شغلنا على الموقع ونشغل الدنيا. طيب نشغل الدنيا ازاي؟ هتيجي هنا على قائمه هوم، تمام. طيب احنا جينا على قائمه هوم ومش فاهمين اي حاجه من الواجهه بتاعت الموقع دي نهائي، تمام. انت كل ما عليك دلوقتي، انا في 2 انا شغال معاهم، هفهمك شغال معاهم ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين دول الاثنين اللي انا شغال معاهم، في منهم واحد اللي انا شايفين ده اول واحد. الشخص ده دافع من المبلغ بتاعه 9232 دولار، تمام، من مبلغ 20000 دولار. هسيب لك اللينك بتاعهم برضه لو حبيت تشتغل معاهم. طيب الشغل عباره عن ايه؟ زي ما احنا شايفين كده، هو عامل لك ريكومندد او التفاصيل بتاع الشغل. طيب هنا بيقول لك والله انت هتاخد على 1000 مشاهده 2 دولار، 2 دولار ب 100 جنيه على 1000 مشاهده. انت مثلا عملت 10000 مشاهده، ف حلو، عملت لك تقريبا 20 دولار، 20 دولار ب 1000 جنيه مصري، فحلوه، تمام. طيب هو 20 دولار ب 1000 جنيه. طيب دلوقتي احنا شغلنا على الموقع، هنا بيقول لك والله انت عندك تفاصيل هو مديها لك. انت بقى عشان ما تنفخش بنفسك بالتفاصيل دي كلها، فانت هتعمل حاجه، قوم واخد الموضوع ده كده كوبي زي ما احنا شايفين، واخد الريكومندد كده كوبي، كل حاجه كوبي. وهنروح على شات جي بي تي، تمام. شات جي بي تي ده هيساعدنا في كل حاجه حرفيا. يعني شات جي بي تي كده بدون اي مشاكل، مش محتاج المدفوع خالص اللي هو الشات جي بي تي المدفوع. وهنضغط كنترول في ونقول له عايزين الكلام ده بالعربي. حلو الكلام. هو هيختصر لك كل حاجه وهيديك التفاصيل ويقول لك كل حاجه زي ما احنا شايفين كده.
زي احنا شايفين بيقول لك هنا البايو لازم يتم يعني تعمل تاج او تعمل منشن للاكونت بتاعهم او القناه بتاعهم، اذا كان على الانستجرام او اذا كان على اليوتيوب او تيك توك. تاني حاجه بيقول لك لازم ترابط القناه بتاعت التويتش. طيب بتجيب الرابط ده منين؟ لو جينا هنا على الحساب بتاعهم تمام هتلاقيهم سايبين لك فايلين هنا. طب هنا في الاسيتس تمام، الفايلين دول ايه هم او شغلهم ايه او ايه الموضوع ده اصلا؟ هتيجي هنا على الاسيتس كده، هتيجي مثلا على درايف جوجل ده، هتلاقي هنا حاطين لك ساوند افكتس تقدر تاخدهم وتحطهم في الفيديوهات بتاعتك، ده بيساعدك ان الفيديو يوصل وكده. فاحنا هنفكس الموضوع الساوند افكتس ده. عندك تاني حاجه بقى هنا الميني واصل تمام. هنا بقى التفاصيل بتاعتهم، ايه هي التفاصيل بتاعتهم؟ هنا ده التويت بتاعهم، تقدر تدخل عليه وتاخد الرابط بدون اي مشاكل. هنا عندك قناه اليوتيوب بتاعهم، تضغط عليها كده وتدخل على القناه. زي ما احنا شايفين هي قناه اجنبيه بتنزل فيديوهات، الفيديو 3 ساعات، فيديو 4 ساعات، فيديو ساعتين، فيديو 6 ساعات زي ما احنا شايفين. طيب نعمل ايه بقى؟ هنقوم على سبيل المثال هناخد فيديو صغير عشان ما نطولش الموضوع معاكم. على سبيل المثال هناخد الفيديو ده، وانا كنت عملته قبل كده بس مفيش مشكله. ناخد واحد تاني، ناخد ده كده مشاركه، ناخد اللينك بتاعه ونروح على الموقع اللي بعد كده. ايه هو الموقع اللي بعد كده؟ الموقع اللي عمل لنا الفيديوهات. طيب نروح على موقع سام ماجيك تمام. طبعا الموقع ده ثواني نسجل خروج ونفتح معاكم اول جديد، نضغط على ثاني اهو كده. طبعا الموقع هيفتح معاكم بالواجهه دي بدون اي مشاكل كده زي ما احنا شايفين. هنكتب الايميل والباسورد، لا احنا هنضغط اول ساين اب هير عشان نعمل ايميل وباسورد جداد، ونضغط على ساين اب. هيبعت لك ايميل تفعيل على الجيميل عندك، يدخل تفعل الحساب. بعد ما تفعله خلاص هيبقى عندك حساب على سام ماجيك. تعالوا بقى نسجل مع بعض. هضغط على لوجن واجيب الايميل بتاعي، هضغط على لوجن من جوجل عشان ما تصعبش الدنيا والدنيا تكون سهله. فتح معايا الحساب بتاعي بدون ادنى مشكله خالص زي ما احنا شايفين كده. لو جينا بصينا هنا تحت كده، انا كنت عامل فيديوهين قبل كده، فيديو ليا وفيديو للشغل اللي انا اشتغلته معاهم تمام. طيب ايه الدنيا بقى وهنشتغل ازاي؟ كل ما في الموضوع انك هتعمل حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ انت خلاص جبت اللينك بتاعك تمام. هنروح بقى هنا على اللي هي جيت ماجيك كليبس تمام، نضغط عليها كده وبنضغط ان احنا عايزين نشتغل بالخطه المجانيه، مش عايزين ندفع فلوس. دي خطط زي ما احنا شايفين كده. لو حبيت تشترك في اي خطه مفيش ادنى مشكله. طبعا هنا في مشكله في الموقع. ايه هي المشكله بتاعت الموقع؟ ان الموقع ده بيديك نقط الاول تشتغل عليه بطريقه مجانيه لمده تقريبا 24 ساعه 48 ساعه حاجه زي كده، وبعد كده بيبقى مدفوع. فانت هتعمل ايه؟ بص عشان ما نصعبش الدنيا، خلاص خلصنا الفيديوهات اللي احنا عايزين نعملها. يا عمي اعمل كل يوم، انت عندك الفيديو ده فيديو دقيقة ونص، عمل لي 6 فيديوهات كده، يعني 6 فيديوهات شورتس. لو ضغطنا عليهم كده تمام ندخل عليهم edit. زي ما احنا شايفين كده انا معايا 6 فيديوهات شورتس زي ما احنا شايفين، بالعناوين بتاعهم بالوصف بتاعهم، وكمان مديك الريت بتاع الفيديو. يعني ايه الريت بتاع الفيديو؟ يعني بيقول لك الفيديو ده يقدر يوصل للناس كام في المية. يعني هو عامل لك فيديو يوصل ل 92%، تخيل، بالوصف بتاعه بكل حاجه. طيب انا عملت البيانات دي وعملت كل حاجه والفيديوهات اتعملت زي ما احنا شايفين كده. ال6 فيديوهات معمولين. على سبيل المثال انا عايز الفيديو ده اللي هو الفيديو رقم 3، فهاجي هنا على الثلاث نقط واضغط على داونلود. زي احنا شايفين كده الفيديو هيبدأ يحمل معايا بدون أي مشاكل كده. كده الفيديو حمل معايا وبقى عندي على الحساب عندي تمام. طبعا انت خلاص عملت الفيديوهات والفيديوهات بقت عندك زي احنا شايفين كده. خلاص الفيديو بقى عندي، هعمل ايه؟ اهو ما انا جاي هنا واخد الوصف كده او العنوان بتاع الفيديو كوبي تمام. نخرج من هنا وبنروح على قناة اليوتيوب بتاعنا بدون أي مشاكل، وبنضغط على إنشاء فيديو. طبعا برضه بتلاقيها على الموبايل عادي، كل ده موجود على الموبايل. بنضغط على تحميل فيديو.
عندي على اللابتوب بس، وهختار مثلا الفيديو ده الفيديو اللي انا لسه عامله او الفيديو اللي الموقع عمله لي. الوصف بتاع الفيديو هنكتبه او العنوان هنكتبه اول خيانه كده زي ما احنا شايفين. وبرضه هنحتاج نكتب حاجه، ايه هي الحاجه؟ الحاجه اللي هي دي، ايه هي؟ انك هتعمل لهم منشن في العنوان. تمام، هنكتب هنا الوصف او الاسم، تمام، او الكلام اللي هم كتبوه لنا، وهنرجع تاني على موقع صم ماجيك كده، وهنختار او هناخد الوصف بتاع الفيديو كده بدون اي مشاكل. تمام، ناخده كوبي ونرجع على قناتنا تاني برضو، ننزل على الوصف. طبعا هم قالوا لك لازم تكتب اسم التويتش بتاعهم او تعمل لهم منشن. طيب انا عامل لهم منشن او كاتب اليوزر نيم بتاع التويتش هنا في الوصف بتاع الفيديو. في كل فيديو لازم تحط الوصف بتاع او اليوزر بتاع التويتش وتعمل لهم منشن على قناه اليوتيوب بتاعهم زي ما احنا شايفين كده. وهنا بضيف الوصف اللي هم عطولوني بدون اي مشاكل كده، وبضغط على التالي، وبضغط على للاطفال او لا على حسب انت عايز ايه، فاكتب واعمله لا عشان تقدر تحقق ارباح من الموضوع ده. واضغط على التالي التالي وعلني ونشر. بس انت كده خلصت شغلك. هتقول لي ازاي خلصت شغلي؟ اقول لك والله بقى انت كل ما عليك هتيجي هنا على قائمة المحتوى وتيجي على الشورتس، تاخد اللينك بتاع الفيديو اللي انت لسه نشره، وبترجع تاني على الحساب بتاعهم. تمام، وبتيجي تضغط هنا على قائمة سبميت. طبعا انا عرفت التفاصيل بتاعتهم كلها من شات جي بي تي وشرح لي الدنيا، فهضغط على سبميت. وهاجي هنا بيقول لك انت لازم تحط لي اللينك بتاع الفيديو اللي انت لسه منزله عشان الارباح تبدا تتحسب لك. بيقول لك هنا زي ما احنا شايفين الفيوز بتتحسب لك بعد ما بتبعت لنا اللينك وبنتاكد منه، تاكدوا من اللينك بتاعك بيبداوا يحسبوا لك الفيوز وبتبدا تنزل لك الارباح. طيب انت بعد ما حطيت لينك الفيديو كده بتيجي هنا على ابلود ميديا وبتحط الفيديو اللي انت لسه عامله. طيب الفيديو عامل معانا وبنضغط على فايل سبميت، وبكده الفيديو بتاعنا بيتبعت لهم باللينك والارباح هتبدا تتحسب على المشاهدات. كل ما هم او كل ما الفيديو يجيب مشاهدات كل ما يتحسب لنا فلوس. هفهمك حاجات اكتر دلوقتي تعمل منها ارباح. طيب دلوقتي الفيديو اترندر واتبعت لهم خلاص، بيقول لي في خلال يوم و23 ساعة يعني تقريبا 48 ساعة الأرباح هتبدأ تنزل لك على الحساب عندك بعد ما تحقق أرباح وبعد ما تحقق مشاهدات. حققت ال1000 مشاهدة هتلاقي الأرباح نزلت لك هنا في التوتال هنا زي ما احنا شايفين. طبعا ده حساب أنا بجربه معاكم غير الحساب الأساسي بتاعي. تمام، ده الحساب انت طبعا هنا مفيش مشاهدات خالص لأن أنا مش مهتم بيه قوي زي ما مهتم بالحساب الأساسي بتاعي. تمام، طبعا انت بعد ما تخلص انت كده خلاص عملت شغلك وخلصت شغلك كله. تمام، عايز تشتغل مع ناس تانية بقى هتعمل ايه؟ هتيجي هنا على الاعلانات بتاعت الديسكفر كده. تمام، بتلاقي معاك الواجهه دي، هتضغط هنا على كونتنت ريوردز. تمام، بيفتح معاك الواجهه دي الواجهه اللي عليها كل الشغلانات المتاحه على الموقع. تمام، فهتلاقي عليها شغلانات كتير زي الكليبنج واليو جي سي وغيره. يعني هنا عندك كليبنج، هنا عندك تحت يو جي سي والكلام ده كله. فانت عشان ما تتعبش نفسك فهتعمل حاجه سهله. هنيجي هنا على قائمه تايب وهنضغط على كليبنج، نختار كليبنج عشان يجيب لنا شغلانات الكليبنج اللي نقدر نعملها. اهم حاجتين لازم نركز عليهم عشان ما يتنصبش علينا، لان الموقع ده عليه نصب كتير فشخ حرفيا. طيب هنخلص الموضوع ده ازاي او عشان نعدي موضوع النصب ده؟ بص، انت لو جيت هنا على الشخص ده هتلاقينا بيدفع لك على الساعة او على ال1000 مشاهدة $3. حلو الكلام؟ حلو الكلام. وهنا هتلاقيه دافع 130,000 من 149,000. الشخص ده فعلا دفع فلوس كتير. طيب الشخص ده يبقى ساد كده. عندنا شغلانات كتير على سبيل المثال. هو الشخص ده المشكلة ان مش هنقدر نشتغل معاه لسبب. ايه هو السبب؟
ان الشخص ده عامل ان اللي يشتغلوا معاه اجانب بس او من نفس بلده، فاحنا هنشوف حد تاني. طيب الشخص ده لازم لسه منزل شغل جديد، بس للاسف الشغلانه بتاعته ب 70 سنت، فلا مش عايزين 70 سنت، احنا عايزين اعلى. عندك ده ب 2 دولار، عندك ده ب 2 دولار وربع، تمام. ده بيقول لك انت تنزل فيديوهات على تيك توك بس، ده بيقول لك هتنزل على انستا وتيك توك ويوتيوب وغيره من الناس زي ما احنا شايفين كده. كل ما بتنزل بتلاقي شغلانات تانية وبأسعار مختلفة وأسعار عالية وأسعار قليلة والكلام ده كله. على سبيل المثال هختار مثلا الشخص بتاع التيك توك ده كده، هنا بيجي لك جوين ويت ليست، يعني انت عشان تنضم معاهم فانت لازم تملى بياناتك. نضغط كده على جوين ويت ليست، هيجي لك كده. طبعا هم دول مش محتاجين منك اي بيانات، هم بيقول لك انت تنضم معانا فري على طول. فهنضغط على جيت اكسس. للاسف ده مش متاح برضه في مصر، فاحنا هنشوف غيره، نفضل ندور لحد ما نلاقي واحد متاح في بلدنا واسعاره كويسه. تمام، على سبيل المثال هنختار ده، هنيجي هنا و طبعا متاح في بلدنا، وعملنا جوين وانضمينا معاهم. خلاص نضغط هنا جوين برضو عشان دي تبعهم برضو، تمام. خلاص احنا انضمينا للمجتمع بتاعهم، ودلوقتي نقدر نشتغل ونعمل الشغل. حط لك اللينك بتاعهم دايركت انك تدخل تسجل وتعمل الشغل زي ما انا وريتك، وتبعت لهم اللينك وتاخد ارباحك بس. طيب انا بشرح لك الكلام ده كله ليه؟ لان والله انا طالب زيك، انا في السنه الاخيره في الكليه، فمحتاج اعمل راس مال كويس، وانت برضه محتاج تعمل راس مال، لان الحياه مش عادله بصراحه يعني. في ناس اتولدت تبقى معلقه دهب زي ما بيقولوا، معاهم فلوس قد كده. طيب تاني حاجة أنت محتاج تشتغل على نفسك عشان تعمل فلوس. وأنت مش هتروح تشتغل عند واحد 3000 أو 4000 جنيه في الشهر، عبودية حرفيا. أنت هتبقى عبد تشتغل 12 ساعة 10 ساعات، 3000 4000 تقبضهم، تروح تدفعهم مصاريف، تدفعهم أي حاجة، فأنت فلوسك خلصت. فليه تعمل بنفسك كده؟ عندك اليوتيوب، عندك السوشيال ميديا عموما، تعمل أحلى فلوس. فتابعني عشان أنزل لك طرق شغل كتير جدا الأيام اللي جاية. ومش ده وبس، لا، في شغل كتير واسهل من ده مليون مره. ونصيحه، اعتمد الموضوع ده، اعتمد، ارباحه كويسه قوي. انت مش هتدفع جنيه، انت كل ما عليك يكون معاك الموبايل بتاعك ونت بس، ده متاح في الوطن العربي كله. عملت الكلام ده كله هيدخل لك احلى ارباح، صدقني هتدعي لي على الموضوع ده. فبتمنى تعتمد الموضوع ده وما تكرفش للفيديو زي ما كرفت بقيه الفيديوهات اللي بتشوفها من سنين. وما تقولش انا ما فيش حد ما بيعملش فلوس من النت، لان الناس بتعمل فلوس من النت وفلوس حلوه. وانا اعتبر من اقل الناس او الناس اللي ما تتذكرش اصلا اللي بتعمل فلوس من النت. فالنت فيه فلوس كتير قوي. واكتر حاجه بتعمل لك فلوس انك تتعلم مهاره وتقدمها للناس. فتابعني عشان انزل لك حاجات جديده. بس كده، شاو.